باب ما بيفتحش ليه؟ ايه اللي حصل؟ مين؟ ميادة، بابا؟ ايه اخبارك يا عسل؟ حبيبتي وحشاني. الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده؟ اسمع بس. انت حامل؟ اسمع ايه؟ انت حامل؟ هفهمك بس. افهم ايه؟ هفهمك يعني. ازاي ده؟ اسمعني بس. اسمعك ايه؟ انت فاهم غلط، مش زي ما انت فاكر. يعني ايه مش فاكر؟ ايه ده؟ طب افهمك. طب اديني فرصه افهمك. افهمك ايه؟ ايه ده؟ ده بقى عن جواز ان شاء الله ولا كده؟ يا بابا اكيد. طب اقعد. اقعد ايه؟ اقعد بس هفهمك يا بابا، انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ فهميني صح. ايه ده؟ طب اقعد بس، اقعد بالراحه. ايه ده؟ اديني قعدت. قولي لي ايه ده؟ طب ما انت بتراسليني كل يوم. كل يوم ايه؟ ايوه بتراسليني كل يوم. كل يوم ايه؟ انت سبتني وسافرت بقالك 3 سنين. 3 سنين؟ ولا تعرف عني حاجه، لا سالت فيا ولا تعرف انا عايشه ولا ميته، باكل منين، بشرب منين، جاي دلوقتي تلومني على ايه؟ انت كنت فين انت كأب؟ اب يقعد 3 سنين ما يعرفش حاجه عن بنته ولا يصرف عليها. انت حرام بتكدبي. عليك. انت بتكدبي عشان تبرري اللي انت عملتيه ده. بكدب؟ ايوه انت كده بتكدبي. انت مصدق نفسك؟ انا مصدق نفسي انت ازاي؟ انت اب تسيب بنت ما تعرفش هي مرميه في الشارع. انا لولا عبد الرحمن انا كان زماني دلوقتي مرميه في كلاب السكك. عبد الرحمن ابن اخويا؟ عبد الرحمن اللي انت رفضته بسببه دلوقتي انا عايشه، انا قادره اعيش، انا لاقيه لقمه كلها، انا حاسه بامان. والفلوس اللي بحولها لك كل شهر؟ فلوسي؟ انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا ولا انت بتعمل ايه؟ بضحك على نفسي؟ لا يا ماما ما بضحكش على نفسي. اخر رساله اهي، بصي كل شهر ببعت لك فلوسك. انا ما باخدش فلوس. نعم. انت بتبعت لمين؟ على رقمك. الرقم ده انا اديته لعبد الرحمن، اخده مني. اخده منك؟ انا على طول ببعت لك مسجات وانت مش بترد عليا. بترد انت عليا انا برد عليك فين انا؟ من رقمك. مش ده رقمك؟ بصي الرسائل اللي بيني وبينك. مش ده رقمك؟ ده القديم. قديم؟ ما بقتش استخدمه اصلا. مع مين الرقم ده؟ مين اللي بيرد عليا؟ عبد الرحمن قلت لك اخده مني. عبد الرحمن؟ ايوه. يعني عبد الرحمن هو اللي بعت لي الرسائل دي باسمك؟ يعني عبد الرحمن اللي بحول له فلوس على رقمك؟ عبد الرحمن هو اللي بياخد الفلوس؟ مستحيل، اكيد مش هيخبي عليا حاجه زي كده، يعني اكيد انت لو بتكلمه مش هيخبي عليا. هو فين البيه؟ البيه فين؟ في شغل. شغل؟ وبيشتغل ان شاء الله ده؟ هو بيعرف حاجه ولا متعلم حاجه؟ انا قلت لك الا ده. الا ده؟ انا بصراحه ما شفتش منه اي حاجه وحشه. يا شيخه والله ده ايه؟ الفلوس اللي بياخدها كل شهر باسمك ده ايه؟ والرسائل اللي بعتها لي باسمك ده ايه؟ انا ما اعرفش اي حاجه على اللي انت بتقوله ده. انا كل اللي اعرفه ان انت قطعت الاتصال بيا. ده كلب ونصاب واستغلك. لا واستغل غيابي. لا لما عبد الرحمن يجي طبعا اكيد في حاجه غلط في الموضوع. عبد الرحمن مش هيعمل فيا كده. مع اصحابه قاعد على كافيه ما بيشتغلش حاجه. ده صايع، ده بني ادم ملوش حل. لا ازاي؟ هو بيشتغل موظف في بنك على فكره. بنك؟ وبقابليني ياما لو بيشتغل اي حاجه اصلا. ماشي يا عبد الرحمن، تعمل انا حاجه كده ارفضك تاخدها لو دراع وتاخد فلوسها كلها وكمان عايش هنا طبعا في بيتنا، صح؟ انت هتجننيني. انت بصي خليتي برج من دماغي هيطير. يعني انت كنت بتتواصل معايا يعني؟ انت ما شفتيش يا بنت انت عاميه؟ انت هتجننيني. ما انت شايفه الشات اهو باسمك بيكلمني على انه انت. عبد الرحمن ليه؟ عشان نصاب وزباله وانت مفيش فايده فيكي، وقلت لك بلاش ده، نبهتك بلاش ده ومفيش فايده فيكي برضه. طب استنى لما يجي ونفهم برضه. يجي يعني يجي ايه بعد ما عمل كده؟ هعمل معاه ايه؟ انا في ايدي ايه دلوقتي حل اعمله معاه بعد ما عملت كده معاه واتجوزتيه وبقيت حامل منه؟ ما كانش قدامي فرصه يا بابا. انت اختفيت فجاه. اختفيت ايه بس يا مياده؟ اختفيت ايه بس؟ كنت هاكل منين يا بابا واشرب منين؟ هو اللي انقذني. ده انا متغرب عشانك، متغرب عشان اعيشك كويس، وقايل لي خلي بالك من نفسك وهبعت لك واللي انت عايزاه هعمله لك، وباسالي على عمتك وعمتك تواصل معاكي.
طب كده يا ميادة تحط راسي في الطين ومع عبد الرحمن تكسريني قدامه كده؟ حط راسك في الطينه يا بابا، انا متجوزه بني ادم صايع، مش موظف ولا بيشتغل في حته، ده بني ادم صايع نصب علينا. ماشي، خلى الخط معاه عشان ينصب عليكي وعشان يضحك عليكي ويتجوزك. هو عشان بيغير يعني، بيغير؟ يفتكر مثلا ان انا كنت لا يا حبيبتي، عشان ينصب عليكي ويحول له الفلوس هو ياخدها، ويقول لك انا موظف في بنك وينصب عليكي يا اختي. انا كل يوم كل شهر بحول لك 30,000 جنيه. نعم؟ كل شهر بحول 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ شوف بقى لي كام سنه بحول لك 30,000 جنيه كل شهر. عبد الرحمن. طب ايه بقى؟ هو المفروض هيرجع. شقى عمري كله انت كده ضيعتهولي. انا شقى عمري؟ انت السبب، انت اللي مغفله واتغفلتي، ومنبهك من الشخص ده مفيش فايده فيكي. ارجع الاخر الاقيكي ما شاء الله بطنك قدامك. يا بابا اعمل ايه؟ انا اتسبت لوحدي، طب فجاه اعمل ايه يعني؟ ما كانش قدامي حل. قوم امشي من قدامي، امشي. طيب انا مش طايقك اصلا. ماشي يا عبد الرحمن، ماشي، اشوفك وهقلعك هدومك على اللي انت عملته ده. يعني عبد الرحمن عمل فيا كده؟ لا 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 لا، اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. عبد الرحمن ما يعملش كده، ده هو اللي انقذني، ما كانش ليا حد غيره. اكيد مش هيعمل فيا كده. لا بابا اكيد فاهم غلط، لما يجي اكيد هنفهم. ست الحبايب يا حبيبي، اضحك عليا بكلمتين. ليه بس كده يا ست الكل؟ هو انا لازم ارن عليك عشان تيجي؟ هو انا لازم اقول لك تعالالي؟ انت عامله ايه يا نور عينيا؟ انا كويسه الحمد لله. انا كويس. ايه ما بتسالش عليا كل شهر مره لما بيجي لك ال 30,000؟ حذر فزر جايب لك ايه؟ اكيد فلوس. حذر فزر، هنلعب بقى كشتنا ولا ايه؟ ايوه بقى، ايوه كده. يا سلام، دلع يامه وعايزك ريحتهم. تصرفي وتعملي اللي انت عايزاه كله. لا يا ولا انا بشيل. طب بشيل الزمن. ماشي يا ست الكل، شيلي. ايه يا ابني؟ بقول لك ايه يا عبد الرحمن، قول يا ست الكل. 30,000 انت بتجيبهم كل شهر دول قليلين قوي. ايه يا اما انت ما هتطمعي ولا تكلموا، ايه؟ مش انت بتكلموا على اساس ميده؟ بكلمه على اساس ميادة. ما تعلي صوتك ياما، هو في حد سامعنا؟ ايوه صح يا ابني. مالك؟ مش انا بكلمها، مش انت بتكلموا على اساس مياده تجهز نفسها؟ ما تزود شويه، الشوار والجهاز برضو بيصرف مصاريف ياما. انت قصدك يعني انا اكلم ابويا على اكنه ان هو البت بتكلمه واقول له ابعت لي فلوس يابا عشان ايوه يا عايز باشا عبد اجهز الرحمن، نفسه. شغل دماغك كده وجيب فلوس اكتر. ساعتها هيبعت لها 300 500 الف. ايوه ال30 بيعملوا ايه دلوقتي؟ ما بيعملوش حاجه يا ابني. يا سلام على دماغك ياما، طول عمرك بتفكري صح. ايه رايك؟ لا دماغك حلو عجباني. بس يا واد اسال فيا كده، ما تطنشنيش. يا باشا انا بسال عليك، هو انا ليا الا انت؟ ايه يا ست الكل مالك؟ ربنا يخليك ليا يا ابني. انت اول ما بترن عليا باجي طياره مياره. ما انت ما تجيليش الا يوم الشهر اللي بتجيلك فيه الفلوس. الواحد بيفرح بقى لما يشوف الفلوس ياما كده وهي طالعه من البنك. يا سلام يا سلام ياما، ما تشوف المكنه وهي بتعد فلوس كده. ايوه بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ تخيل كده لو عمك علي جه وعرف اللي انت اتجوزت بنته. ما تعلي ياما صوتك، بقول لك هو في حد؟ انت عندك ضيوف ياما؟ لا يا ولا، بس انا مش عارفه، ما بحس ان انا عامله كده بابا مطيه عملت صوتي. ايه ياما؟ احنا هنصيع على بعضينا، ما احنا خابزينه سوا. طيب هتعمل ايه لما علي يجي من السفر ويلاقيك متجوز بنته؟ تخيل كده هيعمل ايه فينا؟ هيعمل ايه فينا؟ هيعمل ايه يعني؟ ولا هيعرف يعمل حاجه، ده اخره فاضي. ازاي؟ ده هيصدم. دي بنته يا ابني، وبنته الوحيده. ما هي بنته بقى الوحيده دي لما يجي يا ست الكل ويشوفها حامل دي هتبقى صدمة عمره. ولو قال لك طلقها بقى وعايز طلق مين؟ مفيش منه الكلام ده. انا مراتي بقت حامل وببطنها جنين، ومش جنين واحد كمان، ده اللهم صل على النبي 2 توأم. بس انا بقول لك ايه، عايزاك بقى تعمل لك توكيل وتكتب اي حاجه باسمك، الشقه بقى ولا عماره ولا اي حاجه ساعة من ما دي. يجي بقى، فاكره يا ام ساعة ما طردنا انا وانت بره؟ ايوه ننسى اليوم دوت. فاكره ساعة ما رحت ده طردني انا، ما طردكش انت. ساعة ما راح اتقدم لميادة وقال لك خد ابنك واطلع دي بره. كانت قهرتي. انا مش هنسى اليوم ده يا ست الكل على فكره، ابنك ما بينساش. امال هتعمل ايه يا عبد الرحمن؟ انا هخلي ميادة تكتب لي البيت باسمي، وساعتها بقى هخليك انت اللي تيجي وتطرديه بره.
مش انا اللي هطرده، انت بنفسك اللي هتطرده. اهو ده ابني اللي انا خلفته صح، يجيب حق امه تالت ومتلت. اما ليه يا ست الكل؟ ساعتها بقى يبقى نصر ليا انا بقى، واقعد احط رجل على رجل، وانا بقى اللي اطرده من البيت. ده انا تعليم ابويا الله يرحمه. ربنا يعني دماغي يخليك كبيره ليا. وواسعه قوي وعندي خيال ان اكسر اللي قدامي بطريقتي. ربنا يخليك ليا يا عبد الرحمن، وتجيب لي حقي من اللي طردنا من بيته وقال مننا انا وانت. فاكر اليوم ده؟ ولا عاش ولا كان اللي يقل منك يا ست الكل. اهو قال ده انا اللي بس خليك جيب لي حقي بقى تالت ابو ومتلت. ابوك كمان خليك تقل منه، وهتشوف وهيجي يوم وهثبت لك كده كويس. عارفه لان جبت راجل من ظهر راجل. صح. ربنا يخليك ليا يا عبد. ويخليك ليا يا ست الكل. ايوه بس زود بقى في الفلوس ما تنساش. عينيا بقى، انا هبعت له بقى لان رساله. دول قليلين قوي. ياما افهمي بقى، انا هبعت له رساله على اساس ان مدى بتبعت له زي ما انت عارفه. ايوه. هقول له يابا انا عايز اجهز حاجاتي واجيب حاجات، اصحابي كلهم بيجهزوا في نفسهم. ساعتها بقى يجي باعت لي طب خلاص يا بنت هبعت لك اللي انت، هيبعت 300,000 و500,000 مبلغ زي ده يعني. وهو ما بيستخسرش في ميادة، انت عارف. صح. لو طلبت منه لبن العصفور هيجيبه لها. وانا بقى هطيره زي العصفور. وانت بقى عيش. ماشي يا ست الكل. خلاص. استاذ انا بقى حضرتك بقى عشان اروح بقى، ماشي؟ خلاص. معلش بقى مش هقدر اشرب معاك حاجه النهارده عشان لا يا اخويا روح اشرب في بيتك. ما اقدرش اتاخر على المدام عشان حامل في 2 توأم. ربنا يخليها لك يا رب. يلا هتعوز اي حاجه؟ تسلم لي يا قلبي، بس ما تنساش امك برضه. لا انا عوزت حاجه بكلميني، تعيش بس بلاش ويخليك. ترن عليا بالليل يا ست الكل عشان بقلق. والله انا رن في اي وقت. عناية. وانت ترد غصب عنك. يا باشا ده انا عناية ليك يا ست الكل. حبيبي ربنا يخليك العب. ليا. اقفل الباب وراك. ماشي. يا سلام يا سلام، لو كل يوم يجيب لي من دي رزمه كده هعيش مرتاحه ومتهنيه. ده امي دي طماعه قوي. ده ايه ببعت لها 20,000 كل شهر ومش مكفينها. يلا خليها تعيش ايامها. عيش ايامك يا ست الكل وتدلعها براحتك. ابويا كان معيشها في فقر برضه. ليه عايزاه برضه اجيبه لها، ما اقدرش اتاخر عنها. يعني هو فاضل ايه في العمر يعني؟ ايام بسيطه الواحد بيقضيها، والعمر بيعدي مره ما بيعديش مرتين. يلا يا ست الكل. بقى انا يحصل فيا كده؟ بقى انا اتعامل كده؟ ومن مين؟ منك انت؟ يا نهار ابيض، ده انا قلت ما رفضتك عشان ما تاخدهاش، تلف وتدور وتاخدها من ورايا وتاخد فلوسي كمان وتاخد شقتي بيتي كله. ده انت احتلتني. لا انا لازم اخد حقي منه. مش هسكت على اللي حصل ده كله، بس المشكله ان انا حامل منه. دي المشكله اللي هتقابلني. بس لا، انا لازم اخد حقي منه. ميادة معقول اللي بيحصل ده؟ ايه الجنون ده؟ يعني عبد الرحمن هيطلع هو اللي نصب عليا وهعمل كل الكلام ده؟ لا اكيد في حاجه غلط. لا 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 لا، عبد الرحمن ما يعملش كده. عبد الرحمن هو اللي انقذني. اكيد بابا بيقول كده بس علشان يبرر موقفه. بس لا 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 لا، عبد الرحمن ما يعملش كده. طب انا هعمل ايه يا ربي؟ هعمل ايه في ده؟ هعمل ايه في ابني؟ ميادة بابا بصي بقى يا ميادة، اللي عمل عبد الرحمن معاكي ده انا لازم اخد حقي منه. تاخد حقك ايه يا بابا؟ انت ناوي تعمل فيه ايه؟ هو بابا ده جوزي، وبعدين انا حامل. اخد على الاقل شقايه اللي خده، او على الاقل اللي بقي منه. ماشي؟ المهم انا هروح عند عمتك، اوعي احسك عينك تقولي له ان انا جيت من السفر. ازاي بس؟ عشان اكشفهولك على حقيقته. انت بقى لو مش مصدقه الشات اللي كان في التليفون ومش مصدقه الكلام ده، انت طلبت منه الخط بتاعك قبل كده؟ لسه من النهارده طلبته، بس قال لي ان هو جاب لي خط جديد. يعني ليه بسأل على القديم؟ فافتكرته يعني مش غيران. هيديهولك اصلا، مش هيديهولك. طب ما تواجهه قدامي وخلاص. مش قبل ما اوقعه في شر اعماله واخد فلوسي منه الاول. هتاخد فلوسك منه ازاي؟ هو رزقه، معرفش لسه. انا هروح عند عمتي دلوقتي، واوعي تقولي له ان انا جيت من السفر. طب لو اتصل؟ ماله لو اتصل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يتصل بيكي يعني؟ ما يتصل يقول لك ايه يعني؟ طيب يا بابا هتعمل ايه؟ هيتصل يقول لك ايه؟ هيتصل يكلمك في اكل في شرب على حياتك العاديه، مش هيتصل هو ما يعرفش ان انا جيت. انت عارف ان انا ما بعرفش اكذب. هحاول. مفيش ما بعرفش اكذب، انا ما جيتش. هو مش هيسالك عليا اصلا، هو يجي يقول لك ابوك جه ولا ما جاش.
ما هو فاكر ان انا في السفر لسه، فانت ما تقوليش. طب لحد امتى؟ لغايه ما اشوف بس حل في الموضوع دوت، واشوف هاخد فلوسي منه ازاي. طيب. او اللي باقي منها يعني، اللي لو باقي فلوسي يعني. ماشي. 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 وبيسالي على شغله كده، اتكلمي معاه كده على شغل، بيشتغل فين؟ انهي فرع؟ طب انا عايز اجي لك. تمام. يمكن يقع بكلام قدامك، لانه اكيد بيكذب في موضوع الشغل ده. هشوف يا بابا، هشوف. ماشي. انا رايح عند عمتك. ماشي. يكذب. طب انا طب لو طلع كذاب، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبه ازاي؟ هتطلق وابني اللي ازاي؟ يا رب بقى انا تعبت والله العظيم. هعمل في توأم، هروح فين طيب؟ يا رب يطلع كل ده حلم بقى واخلص. ايه يا حبيبي؟ يا ابني انا راجل متجوز دلوقتي ومراتي بقت بتقلق عليا، ما اقدرش اتاخر بره، ده ما بتاكلش من غيري يا حبيبي. ماشي يا صاحبي. لا انا قلت لك الجواز حلو، اتجوز بقى يا ابني. ماشي، سلام يا حبيبي، سلام. اروح بقى اقعد كده، اخلي المدام كده العسل تعمل لنا كوبايه قهوه، واجي باعت لابوها ايه، خليه يبعت لي مبلغ بقى ايه، 30,000 جنيه دي؟ لا خليه يبعت لي 300 500,000، بس لازم انا احضر له كلمتين ايه يخشوا عليه. جدع دي عبد الرحمن. وبعدها بقى اخش على ميادة بنته، اخليها تكتب لي البيت باسمي، وبقى كده ظبطت الموضوع. يبقى كده انا بقى اللي همشيهم على مزاجي، مش هو اللي هيتحكم فيا ولا بنته. صح. انزل بقى اروح الشغل وتوكل على الله كده على باب رزقي، وان شاء الله خير. لما ابقى ارجع بقى اغسل شويه الهدوم دول وخلاص. يلا. ايه ده يا علي؟ وفاء، تعالى يا اخويا. الحمد لله على سلامتك. تعالى ادخل يا علي، اقعد. دي الامانه يا وفاء اللي سايبها لك. امانه؟ امانه ايه يا علي؟ بنتي ميادة. اقعد يا علي. سايبها وجايه تقعدي فوق سطح؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بنتك يا علي بعد ما انت سافرت وبعت لها هي في ايديها اول شهر وتاني شهر، وعرفت ان هي هتمسك فلوس كويسه، قالت ما ينفعش اقعدك معايا، انا هستعر منك. لما لقتني ما اناش لاقيه وما بطلبش منها ولا حتى بطلب منك وانت اصلا ما سالتش، رحت اشتغلت عامله نظافه، بكنس في الشوارع وبنظف وبروق عشان خاطر ما اطلبش من حد، بس قاعده ليها كحمايه. قالت لي ما ينفعش اصحابي يعرفوا ان عمتي عامله نظافه، فاتفضلي امشي. قلت خلاص طالما هي اختارت حلو قوي. وفضلت مراقباها من بعيد لبعيد، اما عرفت انها الحمد لله بخير واتجوزت والدنيا تمام، وانت كمان مبسوط باللي هي بتعمله، فخلاص عادي. مبسوط؟ مبسوط. اتجوزت عبد الرحمن اللي انا استغربت انت ما كنتش موافق عليه الاول وبعد كده وافقت. عبد الرحمن ضحك علينا كلنا يا وفاء. ضحك علينا ازاي يعني؟ واخد الخط بتاعها وكل الفلوس اللي بحولها لها هو اللي بياخدها. ايه؟ وقال لها ابوكي بقى ما بيعبركيش، ما بيبعتش فلوس، وفي الاخر راح اتجوزها وبفلوسي اللي ببعتها هو اللي بياخدها وبيصرف عليها منها طبعا، ومعرفش بقى عمل ببيت فلوسي ايه، اكيد بيصرف على امه بيها. هو انت يعني ما كنتش تعرف الكلام ده؟ ايوه طبعا بيصرف على امه بيها، ده بعد ما كانت قاعده في اوضه فوق السطوح بقى عندها شقه بسم الله ما شاء الله. كمان انا شقايه راح يا وفاء. ليه هو انت ما كنتش تعرف يعني؟ اعرف ايه، انا ببعت لبنتي. ازاي بنتك قالت ان انت موافق؟ ما حصلش، انا ما وافقتش عليه ولا عمري هوافق عليه. الواد نصب علينا وخد شقايه. يلا ايه؟ ما اتجوزتش حد غريب، ده البنت حامل منه. مهما كان ده لحمنا، ده ابن اخونا. خلاص. وانت ناسيه مرات اخوك دي عملت فينا ايه؟ وهي السبب في موت اخونا؟ انت ناسيه عملت فينا ايه وفرقت بيننا ازاي؟ وكانت بتقولوا بيكرهوك وعايزين يموتوك. معلش ومات بسببها وبسبب قهرته منها عشان عظم التربه. احنا هنسيبه إيه؟ عشان عظم التربه. لا عشان طبعا اخونا حقي لازم اخده، في شقايه اللي راح ده لازم اخده. هتفاها تيجي في عبك، ده ابن اخوك. لا
وينصب عليا، يضحك على بنتي، يقول لها ابوكي ما بيسالش وما بيعبرش، ويرد عليها في الشات كانه هو بنتي، يكلمني كانه هو بنتي. ده مش تخطيط الولد على فكره، ده مش تخطيط الولد، ده تخطيط امه. انا عارف الحربايه هي اللي عامله كل ده. اكيد اكيد هي اللي فكرت له كده. انا حاولت كتير انا مع مشكلتي بنتك. بس ان البنت حامل. لا مش مشكله، بنتك حامل في الحلال، دي ما هيش مشكله ولا حاجه، بالعكس. لما كانتش حامل كنت طلقتها منه، كنت طلقتها منه. ما تعلمش النصيب فين، لا يمكن ودراعي. يتعدل، يمكن لما انت تأدبه يتعدل يا علي. لا ودراعي، لا ودراعي يا وفاء. انا معايا فلوس، مش معايا، بس برضه شقاء اللي راح ده. ما هو شقه غربه، وببعت لبنتي على اساس تديكي فلوس وتصرف عليك انت كمان، وان انت قاعده معاها. اجي الاقيكي مش موجوده، والاقيها متجوزه وحامل، ومتجوزه الواد اللي انا اصلا رفضته. انا لما لقيته ابن اخونا انا اطمنت وقلت خلاص، يمكن علي رضا عنه، يمكن الدنيا حلوت، لان كل ما باجي اقرب من بنتك بتشخط فيا. الواد شارب من امه يا وفاء، الواد شارب من امه، مش شارب من اخوكي، شارب من امه قوي. انا مش هسيب حق وفاء، انا لازم ارجع حق كله منه، وانا هتصرف. يعني هتعمل ايه مثلا؟ لا هتصرف واشوف بقى شقه امه دي جابها ازاي، وهاخدها منه، وهاخد كل الفلوس اللي عنده، واي حاجه عملها بفلوس لازم اخدها. ده بيقول لي البيت انه شغال في بنك، بيقول لي ميادة انه شغال في بنك، ده شغال في بنك. طب ما انت بالراحه كده وحاول تكشفها قدامه بالسياسه، لان قلت لها بنتك كده، قلت واضح لها- ان هي بتحبه. قلت لها ما تقوليش ان انا جيت لغايه ما اكشفه قدامك، قلت لها كده. طب كويس، يبقى ما تروحش هناك، اقعد معايا هنا. صحيح المكان مش قد المقام، بس اهو يساعك يا اخويا. مقام ايه يا وفاء بس؟ مقام ايه؟ انا في الغربه كنت قاعد في اوضه اقل من دي. اديك قلت، بس انت اللي ما كنتش بتسأل. يلا الحمد لله. برضو؟ ايوه يا علي، ما كنتش بتسأل. يا وفاء بسأل وبيترد عليا ان انتوا بخير وكويسين، بسأل وبيترد عليا انتوا كويسين وبخير وكويس وعايشين في خيرك يا اخويا بيترد عليا. انا كنت افهم ازاي ولا اعمل ايه؟ ايه اللعبه بنت الجزمه دي؟ ايه ده؟ تفكير شيطاني يعني؟ اديكي قلتي لا حول ولا قوه الا بالله. هي لا حول الشيطانه، ولا قوه الا بالله العلي الشيطانه اللي العظيم. روحت اخونا ولسه بتكمل علينا ومش سايبانا في حالنا برضه. معلش ماشي. قضاء الله. عموما انا هتصرف. هتتصرف ايه؟ ما انت قاعد معايا هنا. لا انا كنت نازله الشغل، انا مش نازله الشغل وهقعد اعمل لك لقمه. اعملي بس اللقمه، اعملي اللي انت عايزاه، بس انا دلوقتي هروح مشوار مهم. ماشي؟ طيب ماشي عشان اشوف هعمل ايه مع الواد ده. خلاص هستناك. اهم حاجه انا لسه ما جتش. ماشي، هو انا يعني بكلمهم؟ يا امه تكلمك، حد يكلمك؟ لا ما أنا لسه ما جتش. بيكلمونيش ولا بيعبروني. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه كده بس؟ ليه كده يا عبد الرحمن؟ ده مهما كانت بنت عمك ما هيش غريبة عنك. ليه يا ابني بتعض في اللي منك وبتسمع كلام أمك يا ابني؟ مغيب كده يا عبد الرحمن، مش معقول كده. أهو طب على الأقل ده شاب صغير، امال الكبير اللي عرفت تلف وتاخده مننا وتضيعه وراح الله يرحمه. يلا الله يرحمك ويسامحك يا اخويا. ماما اعمل لك لقمه يا علي، تروح مشوارك وتيجي. يلا الحمد لله ان انت جيت بدري. يا ميادة فين بس؟ هتلاقيها فوق. ميادة يا حبيبتي، يا ميادة. ايوه يا عبد الرحمن. مش عوايدك يعني يا جميل، يعني كنت باجي الاقيك مستنيني على الباب، الاقيك قاعده هنا، الاقيك مجهزه له الفطار. معلش تعبت شويه. الف سلامه عليك من التعب. نروح للدكتور طيب؟ لا طب يلا بينا نروح للدكتور. لا خليك، والمره نتفسح. خليك يا عبد الرحمن. حاضر اديني خليني. هو انت كنت فين؟ كنت فين؟ اه ده بص هو الغريب ده يا حبيبتي، انت اول مره تساليني كده على فكره. ما انت عارفه ان انا في الشغل في البنك، ايه المشكله يعني؟ انت قلت لي انت في انهي فرع؟ اه اصل كنت عايزه اجي ازورك كده، اعملها لك مفاجاه. لا انا في البنك الاهلي ومش هينفع تيجي تزوريني. انت هتيجي ازاي ليه وانت حامل يعني؟ كده اصلا يعني؟ انت فاهمه؟ عادي يعني، ايه اللي فيها يا عبد الرحمن؟ يا حبيبتي ما عندناش الكلام ده في البنك اصلا، ما ينفعش عامل موظف مراته تيجي تزوره، ايه الكلام ده؟ هو انا في سجن يا حبيبتي؟ ده انا شغال في بنك، ايه المشكله؟
انا بعد كده باخدك وافرجك على البنك واحنا ماشيين كده رايحين نتفسح ولا حاجه. طب هو في انهي فرع يعني؟ بعيد ولا قريب؟ ميادة هو انت في حاجه؟ لا انت عادي، بطمن عليك. لا انا حاسك انت متغيري. لا خالص، اصل انت على طول بتيجي متاخر، فكنت عايزه اعرف يعني هو الفرع اللي انت شغال فيه ده قريب يعني من البيت ولا بعيد ولا ايه اللي فيها يعني؟ ايه، قلت حاجه غلط؟ لا اصل انا حبيبتي انت اول مره تساليني الاسئله دي، يعني هو في مشكله؟ انت حاسه بحاجه يعني؟ حاسه ان انا بعمل حاجه من وراكي غريبه ولا حاجه؟ لا طبعا، بتعمل ايه يعني؟ اما ليه يا حبيبتي؟ ايه المشكله؟ عادي بطمن عليك. ايه غلط يعني ان انا اطمن على لا، جوزي ولا ايه؟ انا كده بقى بدات اشك ولازم انا اطمن عليك اوديك للدكتور. يلا. لا انا تمام الحمد لله. امال في ايه؟ مفيش، بس متضايقه شويه عشان قلت لك موضوع بابا انه ما بيسالش عليا. بص بقى يا ميادة يا حبيبتي، انت بقيت حامل دلوقتي تمام؟ وفي بطنك 2 توأم. صح. ربنا يخليهم لك يعني ويتربوا في عزنا احنا الاتنين. عايزك تنسي موضوع ابوك ده خالص حرفيا. ماشي؟ انسي موضوع ابوك ده حرفيا. ابوك ما بقاش يسأل فيكي ونسي ونسيكي خلاص. ما تفكرنيش بقى بالايام اللي ابوك خلينا مرنا بيها. طب انا كويس لما البنك وخدت سلفة من البنك وعرفت ان كنا مش هنعرف نعيش اصلا. ما انا زعلانه ان هو ما كانش بيبعت فلوس. بيبعت ايه بقى؟ انا كانش بيسأل اصلا. احنا كنا عايزين نسأل مش عايزين يبعت فلوس. ما بعتش اي فلوس كده خالص. يبعت ايه؟ ما هو كانش عايز يسأل علينا، يبعت فلوس ليه يا حبيبتي؟ طيب على فكرة اصلا عايزك تنسى الموضوع بتاع ابوك ده خالص حرفيا بجد، عشان انا بدأت ازهق منه. لا وعلى ايه؟ هنساه. ماشي يا حبيبتي، بعد اذنك بقى قومي اعملي لي فنجان قهوة وبلاش تفكري في الموضوع ده تاني، ماشي؟ تمام. عشان خاطري وعشان خاطر اللي في بطنك برضه. تمام. مش عايزك تزعلي نفسك ها؟ لا خالص. يلا يا حبيبتي. طول ما انت معايا انا مش زعلانه. يلا على مالك يا عسل. ماشي، عايز قهوه؟ يا ريت يعني من اللي انت بتعمليها الحلوه العسل دي. ماشي يا سكر. يا نهار ابيض، بقى في نصب كده. عبد الرحمن اللي انا كنت بعتبره كل حاجه ليا في الدنيا ينصب عليا؟ لا، ممثل شاطر، عارف يسبكها صح عليا. لا طب انا هستنى لما بابا يجي واشوف بقى انا هعمل ايه في اللي في بطني. حتى حسبي الله ونعم الوكيل. كده بقى كويس. ميادة طلعت فوق المطبخ تعمل القهوة، ابعت انا بقى لابوها. طب ابعت له ايه؟ ايه يا عبد الرحمن، هو انت اول مرة؟ انت ممثل شاطر يعني، ايه المشكلة؟ هتقول له ماشي. بابايا العزيز، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ طمنا عليك. انا الحمد لله بقيت تمام. بقول لك يا بابا، معلش كنت عايز حضرتك تبعت لي مبلغ حلو عشان خاطر اجهز نفسي وتيجي تلاقيني جاهزه من جميعه وتسلمني بقى للعريس بايدك. ماشي يا بابا؟ اصحابه كلهم بقى بيجهزوا نفسهم دلوقتي، وانا صاحبتي كلمتني امبارح وقلت لها طب بابا هيبعت لي فلوس وهروح اجيب حاجات معاكي برضو ليا. يا رب يا بابا ما تتاخر عليا، وان شاء الله تبعت لي المبلغ من هنا، واول ما تنزل بالسلامه هتلاقي كل حاجه انا جايباها. صح. اهو طب اقول له بعت لي كام؟ مش اقل يا بابا من 300,000 عشان الحاجات بقت غاليه قوي. ولو عوزت حاجه تانية يا بابا هبعت لك. انا اسفه ان انا متقل عليك يا بابا، وطمني عليك انت بقيت عامل ايه دلوقتي. بس كده بقى هيشوف الرسالة الحلوة دي، هيدلق ويجي باعت فلوسه على طول على البنك، وانا موظف البنك المحترم اللي اصلا ما اشتغلتش فيه. هروح البنك بقى اسحب الفلوس. انا اصلا بروح البنك عشان اسحب فلوس. ما انا بقول لها انا شغال في البنك بس انا مش شغال، انا شغال بسحب بس. جدع يا عبد الرحمن، ده ايه التفكير العالي ده؟ خرب بيت دماغك. انت لو في منك 10 في مصر كان دمروا مصر. يا ترى يا علي، يا ترى عملت شكله كده جه؟ علي تعال، عملت ايه في المشوار؟ ما رحتش. ليه يا اخويا؟ ما رحتش. ليه؟ واضح ان الاشتغالات جامده قوي. بصي كان باعت لي البيه على انه مياده عايز 300,000 جنيه، مش مكفي لي ببعته كل شهر. جهز ايه؟
هيجهز نفسه. انا بصراحه حوار الرسائل ده ما كانش داخل دماغي، عشان صحابي يجهزوا نفسهم واروح مع صاحبي. ايه المسخره دي؟ انت عارف ده لو ما كانش ابن اخونا انا نفسي كنت دفنته حي. وانا هسيبه؟ انا اصلا كده كده كنت رايح لاشرف عشان اشوف في حل معاه. ايوه، هو الحوار ده محتاج المحامي، وطالما انت عارف اشرف كويس وهو كمان عارفك يبقى هيخدمك صح في الموضوع ده، عشان خاطر الموضوع ده زاد عن حده. احنا خايفين نقول للبت تواجهه يعمل فيها حاجه، ما انت ممكن تروح وتقطم رقبته بس مش هتاخد اللي راح. مش هاخد اللي راح، لا مش هتاخد اللي عدى خلاص. لكن محامي بقى انا لازم اخد الشقه اللي فيها همه وكل حاجه اشتراها بفلوسي. اي حاجه اشتراها بفلوسي لازم اخدها. اكيد المحامي عنده ثغره او اي حاجه يمشي فيها يخليك تاخد كل اللي عنده. انا عارف انا هعمل وساعتها ربيه بقى. واخلي اشرف يعمل ايه. بس في حاجه. طب بعد ما تعمل معاه كده وتأدبه وتربيه وتاخد كل حاجه، لو جه واعتذر وقال لك خلاص يا عمي وهتعدل واتظبط واللي والكلام ده كله، هتعمل حساب عظم التربه وترجعه لبنتك وتاخده تحت جناحك كده وتعلمه الادب وتربيه؟ سيبيها لوقتها يا وفاء، سيبيها لوقتها ونعم بالله. خلينا خطوه بس. لا استنى اخوي، انت دلوقتي الشر هو اللي سايقك والغضب اللي انت فيه. ايوه حقك، انا مش بلوم عليك، ده الغضب اللي انت فيه من اللي بيحصل ده محدش يسكت عليه ابدا. لكن انا مش عايزاك تقفل البرواز على كده، انا عايزاك بس تسيب حته قد كده مواربه، بحيث انه لو رجع يلاقي برضو دراعك مفتوح له، ده مهما كان ابن اخوك. مش وقته الكلام ده يا وفاء، لان انا اصلا هنا في حاجه تقيله قوي. ما هو الكلام ده في واي كلام من النوع ده مش داخل في دماغي خالص الا لما اللي هنا ده يفك. على الاقل هيتخزن في حته كده على جنب، لما نفسيتك تهدى هترجع تفتكره. ده مهما كان اخونا وراح غدر عشان خاطر ربنا. خلاص يا وفاء سيبيها وقتها ان شاء الله خير، بس اخد حقي الاول. طيب استنى اما احضر لك الغدا. لا 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 لا، انا هنزل اروح لاشرف. هتروح له دلوقتي؟ طب تتغدى كل لقمه انت عمال تلف من ساعتها. ماليش نفس الاكل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اجي معاك؟ لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت كنت فين والهم ده فين يا علي؟ انت كنت مسافر. بس كويس ان هو جه، ايوه عشان يلحق الدنيا. وصلت بك الجراءه 300,000 جنيه يا عبده؟ ياه. طب 20 30 ماشي، اهو ربنا كرمه الحمد لله وبيبعت وكل ماله لبنته. لكن تطلب مبلغ زي ده، كنت ناوي على ايه بعدها بقى ان شاء الله؟ بعد ما تطلب المبلغ الكبير قوي ده ترمي البيت؟ ربنا يستر عليك يا عبده من اللي عمك اصلا هيعملوا فيك، ده دي لوحدها كفايه. بقول لك ايه بقى؟ ايه يا حبيبتي؟ انت من الصبح عمال تشرب في قهوه، خد حاجه ساقعه. انا مش هشرب حاجه ساقعه يا حبيبتي. ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت من الصبح عمال تشرب في قهوه يا عبد الرحمن. خلاص انا مش هزعلك، هشرب الحاجه الساقعه بس بعد اذنكم اعمل لي شاي. معلش عشان خاطر انا عارف ان شاي مع الحاجه الساقعه؟ معلش ريحيني بقى. ريحني انت. ماشي ماشي يا عبد. هو بقى عوق ليه كده؟ غريبه يعني. اول مره يعوق كده في التحويل كان بيبعت على طول. يلا كمان شويه هتلاقيه بعت ولا حاجه. ايوه يعني هنعمل ايه؟ هيبعت بس هتلاقي بس في تعطيل في البنك ولا حاجه عشان كده اتاخر يعني. ماشي ساعتها بقى يا لهوي عليك يا علي، يا لهوي يا علي لما تيجي وتشوف بنتك بقى حامل، هتبقى منظرك ايه؟ تبقى منظرك ايه يا علي؟ تبقى شكلك ايه اصلا قدامه وانت واقف قدامي كده بتزاول وبنتك اتجوزت وارتصتك وانت نفسك متعرفش ان بنتك اتجوزتني، اللي انت رفضتني ده انا هذلك ذله زي ما ذلت امي. مش هنسالك الحته دي قسما بالله يا علي، لخليك تتمنى انك تموت. اصبر عليا لما تيجي بس كده بالسلامه لخليك تتزاول. ادخل ادخل. ايه ده؟ حاج علي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه جيت من السفر امتى؟ لسه النهارده. الحمد لله على السلامة يا حاج علي. الله يسلمك يا اشرف.
هو حاج علي ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ تجوز بنتك لعبد الرحمن، وكمان عبد الرحمن ده اللي انت كنت رافضه قبل ما تسافر. انت مش قايل لي ان عبد الرحمن لو اخر واحد في الدنيا مش هيجوز بنتي؟ ولغايه دلوقتي بقول كده يا اشرف. ولغايه دلوقتي بتقول كده؟ امال جوزتها بنتك ليه؟ يعني انا هجوزه بنتي يا اشرف من غير ما احضر؟ من غير ما احضر فرح بنتي الوحيده؟ انا برضو استغربت. ده الواد نصب عليا يا اشرف، اتجوز بنتي غصب عني. نصب عليك؟ طب وبنتك فين؟ هي بنتك صغيره؟ بنتي بعد ما سافرت كانت قاعده هي وعمتها في البيت. بعت لها شهر واثنين وثلاثه، مفيش مشكله عادي، كنت ببعت كل شهر. اتاري البيه بقى لف عليها، معرفش خد تليفونها ازاي وخد الرقم ازاي، خد خطها ازاي، وابوك ما بيبعتش فلوس وانا واقف جنبك، بقى ياخد هو الفلوس ويدي البنت فلوس على اساس هو بيديها من عنده. ايه ده؟ يعني هو كان بيراسلك على ان هو بنتك؟ ان هو بنتي. طب وبنتك فين؟ ولا حاسه بحاجه، بابا ما بيسالش، لا ما بيسالش، وفاكرني ما بسالش اصلا، بقالي 3 سنين ما بسالش فيها. ايه ده؟ وفي الاخر طبعا عرض عليها الجواز يا بنت عمي عشان ما ترميش في الشارع وبتاع، ونتجوز وابقى انا سندك وظهرك، وراح متجوزها، والبنت حامل منه دلوقتي كمان؟ خلاص بقى يا حاج علي، ارضى بالامر الواقع. لا شقايه مش هطلعه بره، ده جاب شقه لامه من شقايه. يا عم شقاك بقى لا. خلاص، هو شقاك هيروح لبنتك برضه واللي في بطنها. معلش بس ده لازم ارجع حقي الاول يا اشرف. لا ارجع حقي وابقى ارضى بقى بيه ان هو يبقى بنتي. لو ندم ورجع زي ما كان ورجع كويس حاج علي كده لا. وهكون جايين عشان ترفع قضية الطلاق ونطلب الطلاق من خالص يا اشرف. امال ايه؟ بص يا اشرف، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقول ان انا بعت مبلغ كبير قوي، انا مش عارفهم ان انا جيت اصلا، قلت لبنتي ما تقولش لغايه دلوقتي، هم ما يعرفوش ان انا جيت. فانت هتروح لامه هتسال عليه، عبد الرحمن هنا قول لها عشان في مبلغ كبير الحاج علي بعته ولازم تمضوا عليه. مش هنا يبقى استنى لما يجي عشان في مبلغ كبير الحاج علي بعته لازم هو يمضي عليه وتمضيه هو وامه. ماشي؟ طب بقول لك ايه، حته مبلغ كبير جاي وما اعرفش ايه والكلام ده كله، الحته تبقى محروشه شويه. ايه رايك هنقول ان انت كان في حته ارض ما بينك وبين اخوك ولازم يستلم الارض دي، وعشان انت مسافر لازم هم يستلموها ولازم يمضوا ان هم يستلموا الارض. حلو ده ماشي. انها موضوع فلوس وبتاع، سيب لي انا ارتب التركه دي، بس خلي بالك ده خارج القانون بتاعنا. يعني قانونيا انا ما اقدرش افيدك بحاجه. اشرف انا اكيد مش هطلقه من بنتي، بس انا عايز ارده بصوابه. بس ده مش هيبقى حرام بالنسبه ليا؟ ده حقه ويرجع يا اشرف. هم لعبوها كده بالغلط وانا هلعبهم بالغلط، الغلط مع الغلط بقى صح يا اشرف. بص انا هتمضيهم على التنازل بتاع شقه امه ماشي، بس لغايه بس ما يرجع لي الواد ده ويعرف ان زي ما انت ما بتلعب في ناس برضه دماغها بتفكر زيك. طيب في حاجه، هو مش عارف ان انت جيت؟ لا. يعني محدش يعرف؟ بنتي بس اللي تعرف هي واختي. طب نبهت عليها؟ نبهت عليها. خلاص ماشي، سيبها على الله. انا مش هروح، ده انا هبعت هنا، ابعت اجيب الست هنا واقول لها في فلوس في ارض هحضر الورق ودخل الكرتون مباني واقول لها في باقي ارض كانت تخص جوزك والحاج علي، ودلوقتي لازم تيجي تستلمي. هتقول لي الارض فين؟ هقول لها الارض اللي انت شاريها. وطبعا هي هتمضي وشكرا، هيبقى تنازل عن البيت. تمام. وهيخليها برضه تبعت عبد الرحمن. عارف الارض دي يا اشرف كنت عاملها مفاجاه لمياده، ابني لها بيت فيها، وكويس ما قلتلوش عليها، كان زمانه خدها منها. ما يجراش حاجه، ماشي. عامه ملحوقه يا حاج علي، يا ريت تختفي انت بقى واستنى مني الالوان، بس باسرع وقت يا اشرف ان شاء الله. ماشي. بقول لك ايه، لو عملت التنازل ينفع اجي في نفس اليوم اخد الورقه وهي قاعده؟ صعبه دي. انا مش عايز شوشره في المكتب هنا. خلاص ماشي. انت خد الورق هناك وتعامل معاهم براحتك. خلاص. شوشره في المكتب هنا مفيش مشكله، هتأثر عليها. روحها وانا هروح اطردها من البيت اللي هي قاعده فيه. ماشي يا حاج علي. ماشي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يخرب عقلك يا عبد الرحمن، بقى انت دماغك حلو قوي كده لانك تنصب على البنت وتراسل الراجل على اساس ان انت بنته وتاخد كل شقاه وكل فلوسه. لا واتجوز كمان البنت وايه، بيترملخ في مالها، كمان ما قعد امه في بيت. لا جدع يا عبد الرحمن، وانا اللي كنت مستهون بيك قوي، كنت بقول ازاي علي بيرفضوا اصلا، ده طيب، ده عبد الرحمن كويس، ازاي بترفض يا علي، ترفض ابن اخوك؟ اتاري هم عارفين بعض وهم اولى ببعض فعلا. خير ان شاء الله.
السلام عليكم. ايه ده حماتي؟ ازيك يا ميادة عاملة ايه؟ يا حبيبتي؟ واخبار اللي في بطنك ايه يا حبيبتي؟ يعني اهو ماشي الحال. ربنا تعالي يا يقومك ست بالسلامة. الكل تعالي. ايه يا عبد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا قمر. اخبارك ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ انا كويسة الحمد لله. حبيبتي تشربي ايه؟ هتشربي ايه؟ ولا اي حاجة، انا ولا جاية أي حاجة، اطمن استني عليكم وعلى اللي في بطنك وامشي. لا ازاي بس يا عبد الرحمن؟ لا والله يا بنتي ما عايزة حاجة، ارتاحي انت عايزة عبد الرحمن بس في كلمتين. خلاص يا حبيبتي اطلعي انت جاهزه للاكل وعشان نتغدى وكده. ماشي لو احتجتوا اي حاجه ندهوا. ماشي. تسلمي لي يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. ايه يا ولا؟ هو علي ما انا مشيت مراتي ياما عشان عارف اللي انت جايه عشان تعرفي علي بعت فلوس ولا لا. ايوه اطمن عليك، ما جيتليش ليه؟ تطمني عليا ولا تطمني على الفلوس اللي جايه لي؟ الاتنين. اه. علي ما بعتش؟ ما بعتش ياما، ممكن يمكن في تعطيل في البنوك ولا حاجه عشان كده الفلوس عوقت. يمكن ويمكن يا واد قفش الكلام بتاعك والحكاوي بتاعتك على الواتس. قصدك كشفني يعني؟ هيكشفني ازاي ياما؟ ما هو في تاني بلد وانا في بلد. ازاي يعني هتيجي ازاي؟ حتى ما فيش حد بيتواصل بيه هنا الا انا. امال ايه اللي حصل؟ ده بيحب بنته قوي وبيبعت لها كل حاجه، اشمعنى المره دي ما بعتش؟ في تعطيل اكيد في تعطيل في البنوك عشان كده هو هيبعت، ما تقلقيش. بس طول قوي، ده بقاله كتير. عادي، ايه المشكله؟ كل طب انا عايزه فلوس. عايزه فلوس؟ انت مش مكفيك ياما الدهب اللي لابساه؟ ما انا بشتري دهب تحويشه يا ولد. وكل شويه تجري لي على الكوافير وبقى حبيبي. متوفي وبتعملي شعرك. بحوش فلوس وبحوش دهب، ما دي بتحوشي فلوس تحويشه. تجيبي عبايات جديده وتجيبي دهب وتعملي شعرك كل شويه في الكوافير ياما. ايه اللي والله يا انت ابني بتعمليه ما ده؟ بعمله ولا عملت اي حاجه، انا دهب بحوش. بقول لك ايه، انت مش هتبص لي في الفلوس اللي بتدهاني لا كمان؟ يا انت ست بتاخد على الكل. قلبك قد كده. هبص لك على ايه بس يا ست بس لما الكل؟ مراتك تسمعنا. بس المهم بس شوف علي ايه دنيته، خش تاني كلمه على البتاع اللي انت بتكلمه عليه ده. مش هينفع اكلمه تاني، ما ينفعش اكلمه مرتين كده، هيشك في حاجه. ربنا يستر. هو بس بقى هو ما هيبعت. بيبخلش عن ميادة بحاجه. هيبعت ما تقلقيش. خير ان شاء الله. لو ما خير. يبعت مش هنساك يا ست الكل يعني، ما تخافيش. انا اوعى انا عمري انساكي. لا تطمع ولا حاجه. هطمع في ايه بس؟ على العموم انا همشي، ولما ربنا يكرمك وعلي يبعت تجيلي على طول. اوف عليكم سامع ولا لا؟ عشان ما فيش فلوس هتطيري. ما تطنيش. يلا يا سلام، حبيبي. سلم لي مع على السلامة. مراتك. تحب الفلوس؟ ما ابويا كان معيشها في فقر، اول ما شافت الفلوس اتحولت مليون درجه. ده بقت عامله زي ده، اصغر من مراتي دلوقتي. الله يخرب بيتك يا ابني. الله ما بدري يا حماتي، في ايه؟ بدري من عمرك يا حبيبتي. خلاص بقى انا همشي، طمنت عليك وكنت جايه اطمن عليك وعلى اللي في بطنك. مش انت بخير والحمد لله؟ الحمد لله. بس انت جيتي في ايه وماشيه في ايه؟ انا بس اطمن عليكي بس وتؤمنا بالف سلامه يا رب يا مرات ابني يا حبيبتي. يا رب. وتجيبي لي الحفيد اللي انا مستنياه. يا رب يا حبيبتي. يا ربنا يقومك بالسلامه. نورت. ما تعوزيش حاجه؟ لا يا حبيبتي تسلمي لي، مع نورت. السلامه. نورت. الله يخليكي. يا نهار اسود، جايه تطمن عليا ولا جايه تتاكد ابويا بعت فلوس ولا لا؟ يا نصابين. ماشي شوف بس ابويا. ايوه مين؟ استاذ اشرف المحامي؟ ايوه عارف حضرتك. اجي لك المكتب دلوقتي؟ هو في حاجه يعني؟ لا ما فيش مشكله، عادي اجي لك، انا كده ولا كده قريب عليك. حاضر يا استاذ اشرف، حاضر، انا جايه لك على طول اهو، مسافه رجل. سلام. خير، لقيتني في ايه ده؟ اكلم عبد الرحمن ابني يجي معايا؟ لا، انا هروح الاول اشوف استاذ اشرف عايز ايه، بعد كده يحلها ربنا. يلا. حاضر. تعالى يا علي، ايوه فعلا. تعالى ادخل. عملت ايه؟ طمني. رحت لاشرف، اتفقت معاه انه هيمضيهم على كل حاجه، كل اللي يملكوه. حلو ده. بس انا حكيت له، لكن فاكر ان انا اللي موافق على جوازه دي. ما كله كان فاكر كده يعني، زي انا نفسي كنت مفكره كده. هوافق على بنتي وجوازتها وانا مش موجود؟ بنتي الوحيده يا وفاء. انا ما محدش فكر فيكم الفكره دي خالص. انا ما كنتش فاهمه. ما هو انت يعني انا نفسي كنت مفكره ان انت ما بتسالش فيا، كنت فاكره انك انت ما بتكلمنيش، خلاص استعريت مني زي ما بنتك عملت. وانا برضو هناك كنت فاكركم طنشني، واقول برضو معلش ظروفهم صعبه، معلش مش مشكله، لما ارجع ابقى اصلح الدنيا. الواد عمل عمله، الواد شارب من امه جامد قوي يا وفاء.
شارب سواد من امه كل ذنب عظيم يا رب. غريب. الواد بعت لي بكل بجاحه عايز 300,000 يجهز نفسه على انه هو بنتي. انا طب بقول لك دلوقتي إيه؟ نوع على ايه؟ انا عايز بنتي هنا، انا عايزها هنا ومعيش رقمها الجديد ده. انت معاك رقمها الجديد؟ معايا الرقم. طيب بصي بقى، هترن عليها وتتاكدي بس الواد ده ممكن يكونش جنبها ولا حاجه عشان مش عارف اكلمها انا. ماشي. اتاكدي بس ان هو مش جنبها، وقولي لها تعالي لي البيت عشان ابوكي عندي وعايزك، ماشي حاضر. وما تعرفوهوش ان انت جايه لي. ماشي. الو. ايوه يا ميادة، بقول لك كلميني كده بصوت واطي. هو جوزك جنبك؟ طب حلو قوي، كويس ان هو مش جنبك. بقول لك يا حبيبتي، ابوكي عندي وعايزك. ايوه عندي هنا. لو ما تعرفوش ان هي جايه. تعالي بس كده، ولو جوزك قال لك انت رايحه فين قول له اي حاجه، رايحه اجيب اي حاجه، ما تعرفوش ان انت جايه لي هنا. يلا مستنيينك يا حبيبتي. ماشي، سلام سلام سلام. خلاص هتيجي. ربنا يهديها يا رب ويهديه. اما نشوف اخرة المشوار ده هيخلص على ايه، ربنا يستر. لا ان شاء الله خير يا وفاء. انا قلبي وجعني، عارف لو حد غريب كنا كلناه بسنان. ما لو حد غريب انا كنت في ساعتها خلصت معاه الليله كلها. ما هو عشان مش غريب انا بعمل ده عشان كده، وعشان يبان للبنت برضو. البنت كده خلاص يعني شبه اتاكدت ان هو بينسب طب عليها. يعني انت فاكر ان امه كده هتتعظ؟ تتعز ما تتعز ماليش فيه، انا ليه الواد بس يتعظ. خلاص بقى قدر يبقى جوز بنتي غصب عني. اما نشوف. ليه بس ان هو يتعظ؟ اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. بص يا وفاء، انا مش هخبي عليكي، انا جايب خير كتير غير اللي كنت ربنا ببعته يزيدك يا أكيد. اخويا. ماشي، بس انا حارقني قوي ان هي تاخد قرش غصب عني دي. ربنا يزيدك من نعيمه، وهو كله راح على بنتك وتصرف على بنتك، بس ربنا يستر اهم حاجه، وهي تقوم لنا بالسلامه وتخلص من المشوار ده على خير. ان شاء الله. ربنا بس يستر. قوم يلا ريح لك شويه عم اغرف لك لقمه. لا ما تغلفيش حاجه، انا هريح شويه لما تيجي معيده انده عليا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كنتش اتمنى ان انت تيجي على الهم ده كله. كنت اتمنى انك انت تيجي والدنيا سالكه ومفيش اي حاجه خالص. انا مش عارفه ايه ده. معقوله يا عبد الرحمن التفكير الشيطاني ده يطلع منك انت؟ ايوه يطلع منه. ما هم وراه. ما هو لازم الحربايه دي لما تبخ يسمها لازم هو ينفذ فعلا. ربنا يجيب العواقب سليمه. عايزاني في ايه بس؟ حبيبي يا بابا، يعني بعد كل الفتره دي كلها انا طلعت ظلمك؟ يعني كنت بتتصل بيا، تبعت لي فلوس، مهتم ليا، وعبد الرحمن مخبي كل ده عني؟ وانا طلعت ظلمك وشايفاك اسوأ اب في الدنيا؟ هقول ايه بس؟ اروح دلوقتي اشوف. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. خير يا استاذ اشرف؟ اتفضلي اقعدي يا حاجه استريحي، خير ان شاء الله. بقول لك بالنسبه للحاج علي، الحاج علي سافر وشكله مش هيجي من السفر، مش عارفه اتواصل معاه، يعني مش عارفه اوصل له. طب انا مشكلتي ايه؟ مشكلتك ايه؟ المشكله بقى ان فيه قطعه ارض المفروض ان هو شريك، هو وزوجك الله يرحمه. ارض ايه دي؟ ده ارض في البلد عندهم هناك، انت مش عارفه بيها ولا ايه؟ لا انا اول مره اسمع بيها، بس اصل انا ماليش اختلاط بالبلد هناك بقى. طيب كده. هو المفروض ان الحاج علي قبل ما يسافر كان قسم الارض دي وكل واحد خد حقه. طب كويس. بس شكله كده ان هو سافر، وانت عارفه دخل في 3 سنين كده، وانا بالنسبه لي انا عايز اسلم الارض. طب وحق انا وابني فين؟ ما انا بقى بعتلك عشان حقك انت وابنك. انت هتمضي ان انت هتستلم حقك، وهو حر بقى. يبقى بركة ربنا، يعني فيها فلوس حلوه؟ طبعا ده قطعه الارض ده في البلد هناك، انت خلي بالك، ده انت هتبيعها بمبلغ يعني. امضي فين؟ بس اذا حبيتي تبيعها ولا حاجه قولي لي، انا عارف ناس هناك سمسرة. وانا ليا غيرك يا استاذ اشرف؟ انت الخير والبركه. امضي فين؟ امضي لي بقى هنا كده. ماشي حاضر. حلو كده يا استاذ اشرف؟ ثواني انت مستعجله على ايه؟ وهنا برضو. ماشي. ايوه كده، الله ينور. تاني يا استاذ اشرف؟ فاضل بقى مين؟ ابنك عبد الرحمن. وماله ده؟ انا جايبهولك جاي. ما هو لازم يمضي، اصل هو وريث. ولا اقول لك تليفون ايه؟ ده انا اروح اجيبهولك واجي على طول من ايديه. طب اسمعي ما تاخريش. لا اتاخر ايه؟ عشان بعد ما هتمضي هسلمكم الارض، الورق بتاع الارض، وهتروحي تستلميها من البلد.
يا بركه ربنا. ماشي. ماشي حاضر، ده انا هروح اجيبهولك من ايدي واجي على طول فريره وجاي. بقول لك ايه، قول لي. ما تعرفيش عن حاجه عن الحاج علي هيجي امتى كده يعني؟ والله يا استاذ اشرف ما اعرف اي حاجه عنه، ما اعرفش اي حاجه، ودلوقتي بنرن عليه وبنكلموه ما بيردش علينا. ليه؟ هو عبد الرحمن مش هو متجوز بنته برضه؟ ايوه وما فيش اي حاجه، الدنيا كويسه والحمد لله. بس يعني هو ما- تلاقيه مشغول بقى ولا ما حاجه. بيتواصلش ببنته بيحد عشان برضه يستلم معاكم الارض، ولا هو مش مهم ولا انا إيه؟ هكلم مياده ونشوفوا ايه الدنيا. ماشي يبقى كلمني. خلاص ماشي. بس المهم عبد الرحمن، انا هجيب عبد الرحمن عشان نستلمه بقى الفلوس. ماشي ما يجراش حاجه. ماشي يا أستاذ هتستلم أشرف. ارض يا حاجه مش فلوس. ارض. ماشي يا حاج وماله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ساتر، ده انت شكلك اصلا مش مريح، شكلها طماع. شكلها كده ميادة. يا رب يا مسهل. ميادة تعالي تعالي يا بنتي، تعالي يا حبيبتي. انت اللي عامله ايه؟ طمنينا عليك. زي ما انت شايفه كده. هو بابا فين؟ ابوكي من ساعه ما جه ما دقش الزاد. عملت الاكل يا بنتي، كل شويه يخرج يروح مشوار ويرجع تاني وعمال يلف على كعوب رجليه. مش عارفه المصيبه دي جت لنا منين. اقعدي بس اقعدي. المهم هو جوه نايم، ادخلي صحيه، ده انت وحشاها قوي. ادخلي يا حبيبتي. شفتي اللي حصل معايا؟ شفت وسمعت وما صدقتش، وكنت زعلانه منك ان انت اللي ما بتساليش فيا. ما بسالش. يلا انا بقالي بس 3 دلوقتي. سنين متغفله من عبد الرحمن. طب يلا بس خشي صح ابوكي الاول وبعدين ربنا يسهل. يا رب عديها على خير يا رب. بابا 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 صباح الخير. ميادة انت جيتي يا حبيبتي؟ يا حبيبي. عمتك بره؟ بره. طيب. في ايه؟ مفيش يا بنتي. تعالي عند عمتك. تعالى. تعالي يا حبيبتي اقعدي. صحيتي يا علي؟ اقعدي. تعالي يا ميادة. تعالي يا بنتي. بصي يا ميادة، انت بعتي لي الرسالة دي. رسالة ايه تاني؟ عايز 300,000 جنيه. انت بعتي لي الرسالة دي. انا؟ عشان تجهزي نفسك. تخيلي. تمام انا فهمت. تأكدتي يا بنتي ان كنت ظلماني وظلمت عمتك؟ انا اعرف منين؟ خد كل حاجه مني ومفيش اي تواصل معاك. ببعت لك كتير مش بترد. كان ايه اللي هيجي في دماغي ساعتها يا بابا؟ انا فجاه بقيت لوحدي. كلنا اتلعب بينا. خلاص المهم دلوقتي نحل المشكله اللي احنا فيها. هي شبه اتحلت ان شاء الله. لا وحماتي جايه لنا البيت، قال بتطمن عليا وهي بتسال على هو علي بعت فلوس ولا لسه. مفيش فايده فيها الحربايه. تفضل طول العمر تبص للفلوس وبس. الطول المربوط في الساقية اللي بيحلب ذهب. طبعا بالنسبه لهم فرصه. طيب انا عايز اعرف دلوقتي انا وضعي ايه وده وضعه ايه؟ لا بصي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ هو كده ابنه. بس لو انفصلتم هو هيفضل معاكي. ده حرامي ونصاب. ابنه ايه؟ امال يعني هتوديه فين؟ ما يشوفوش تاني. لا يا ميادة اسمعي بس يا حبيبتي اسمعي. هو الواد كشخص معلوش حاجه، ما عندوش مشكله. المشكله في امه. المشكله امه اللي ساقياه السواد ده. امه لو بعدت عنه الواد هيبقى كويس جدا. اساسا امه اللي كانت سبب المشاكل اصلا. انت بتقول ايه يا بابا؟ يعني واحد بالسواد والحقد ده مش هيبقى منه، بس ما هو جايبه من مسقي يا أمه. بنتي. ايوه مسقي. حقد طول السنين ودوي في الودان وعملوا وسوموا وبيكرهونا وبيعملونا. طبيعي. مهما كان، حتى لو بيحبني وشايفني بتعذب كل يوم وبقول له ان انا متضايقه ومقهوره ان ابويا سايبني 3 سنين وشايف الحاله اللي انا فيها، ما صعبتش عليه. ضغوطات امه كتيره وجامده وتقيله عليه، واديك شايفه مش سايباه في حاله وبتروح له رايحه جايه عليه على طول وبيتكلموا في التليفون على طول عشان تلاحق عليه. اسمعي الكلام من الاخر يا ميادة، الواد ده لو اترد وبقى كويس هتكملي معاه ولا لا؟ لو بقى كويس ورجع لعقله كده، على فكره اقول لك على انا ما اعرفش ان انت كنت رافضه ليه زمان. رفضه عشان عمال امه. هو انت ايه؟ هجوزك مع حما كلها مروار وكلها سواد. هو كان خايف عليك يا بنتي، كان خايف عليك منها، وهو اللي خفنا منه حصل. واللي حصل بقى خلاص. اللي حصل. انا دلوقتي يا بنتي انا معايا خير كتير، مش الفلوس اللي كنت بعتها بس. اللي بعتها ده جزء بسيط. انا معايا خير كتير وهعمل هنا شركه كبيره وهفتح مصنع كبير.
الواد ده لو صلح حاله هاخده معايا وهشغله معايا وهيبقى جوزك، هتكملي معاه ولا ايه؟ معرفش. مفيش معرفش. خلاص اديها فرصه يا علي، هو ايه اللي معرفش؟ هي مصدومه ابو ابنها مش عارفه تقرر دلوقتي. ابو ابنها. معلش لازم تاخد راحتها كده وتهدى وتفكر بالراحه. انت كنت عايشه يا بنتي معاه مرتاحه؟ اه كنت مبسوطه؟ كنت مبسوطه. طيب تمام. انت اللي بطنك ده ولا بنت؟ توأم. توأم كمان؟ صلى على النبي. يبقى كملي معاه وامرك لله. لو انا هصلح لك حاله وبعدلهولك بس ما تخافيش. ولو هتتفصلوا خلاص براحتك اللي انت عايزاه. دي حياتك ومحدش هيضغط عليك بس فيها. انا شايف ان انا اصلا بصي انا ناوي اديله علقه، بس هعمل له مفاجاه الاول وارجع له عقله في راسه. بس اللي تشوفه اللي تشوفه يا بابا. ما احنا هنعمل ايه يا بنتي؟ ما احنا في امر واقع. خلاص. وعمتك ان شاء الله هجيب لها شقه احسن من المكان ده خالص. يا سيدي ما تشغلش بالك بيا يا علي، انا مبسوطه والله ومرتاحه. شغلش باله بيكي ازاي بس؟ عاجبك اللي انت قاعده فيها دي؟ الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. يلا المهم انكم عرفتوا ان انا بس الحمد لله ما عمركم ما رحتوا عن بالي دقيقه. انا اللي كنت فاكركم طنشني. طنشينك ايه بس يا بابا؟ طنشينك ايه؟ ظروفهم صعبه يمكن ملهيين. يلا احنا اتأذينا جامد. يلا انا مش عارف بقى اريح شويه تاني. انا مش النوم طار من عيني تاني. انت ما لا، اكلتش حاول حاجه. طب تدخل كل اي تاني. حاجه، كل اي حاجه. انت ما اكلتش حاجه يا بابا. خليكي قاعده واقوم احضر الاكل. انا ماليش نفسي الاكل. مالكش نفس ايه بس؟ عشان بنتك تاكل معاك لقمه قبل ما تمشي. لا كلوا انتوا انا هنام. بابا عشان خاطري عشان معلش يا خاطري. حبيبتي انا هنام. مش ليش نفسي خالص لاكل. مستني تليفون بس. طب اقول له كده ايه؟ اقول له ايه؟ هو مستني مستني تليفون. مستني يطمن. مستني مستني يطمن. طب هو ما كلمكش ايه يا استاذ اشرف؟ لسه. برضو ربنا يستر. بس ان شاء الله خير يعني. ربنا طالما يجيبها ساكت كده مفيش سليمة. حاجه ما يبقى خير. هو في ايه؟ في حاجه انا مش فاهماها. هو بيرسم حاجه في دماغه كده لما تخلص هيقول لك عليها يا مياد. طمني يعني. لازم ارجع حقي الاول يا بنتي. مش هيجي لي نوم الا لما ارجع حقي. ربنا يجيب العواقب سليم، ما تقلقيش، انت خليكي في اللي انت فيه، انت مش ناقصه توتر. غدي مع عمتك وامشي. يلا. طيب يا بابا دخل انام. تعالي قوم اساعدك في الاكل. ولا اي حاجه، خليكي قاعده زي ما لا انت. لا لا خليكي بس استني. اسمعي الكلام. هساعدك في الاكل يا بنت اسمعي الكلام. يا ايوه تعالى اتفضلي يا ست الكل، في الباب وراكي. خد تعالى، خد تعالى هنا. تعالي. هي مراتك هنا؟ ميدة هنا؟ ميدة هنا ولا لا؟ ايه يا اما انت خايفه ليه كده؟ ما تقعدي انت مش بات خايفة. ابنك مالك؟ انا عايزه اكلمك. ميدة هنا ولا لا؟ ميادة هتلاقيها خرجت راحت عند الدكتور، جيت من بره ما لقيتهاش. احسن برضو. اسمع يا ولا، وانا خارجه من عندك المره اللي فاتت المحامي اشرف رن عليا. رحت له. طلع عندنا قطعه ارض ورث. عايزه تشتري ارض يعني؟ ياما لسه الفلوس ما لا جاتش. ده ورث بتاع ابوك من البلد. ورث ايه؟ ورث حته ارض بيقول لك حلوه قوي كبيره وتجيب فلوس كتير قوي. انت بتتكلم بجد ياما؟ اه والله يا ابني. المهم انا جايه لك عشان اوديك الاستاذ اشرف. هتمضي زمان ما مضيت على حته الارض. ده انت اول مره تجي لي وتجيبي حاجه خبر حلو زي كده ياما. المهم ده انا هاين عليها اشيلك دلوقتي وراح انا وانت عند المحامي من غير ما تمشي على الارض ده كمان. انا حمدت ربنا. ده بيسالني على عمك علي. بيسالك على عم علي ليه؟ ما هو كان متكل ان هو هيجي هنا. لا قولوا له ده بره مش هنا. ما انا قلت له ما اعرفش حاجه جدع. عنه. فالمهم قال طالما هو مش موجود تعالوا انتوا خدوا حقكم انت وابنك. طب يلا مستنيني ايه؟ ده جت في وقتها، ده احسن انا مضيت، فرصة. فاضل انت بقى اللي تمضي. ده انا امضي وابصم كمان بالعشرة يا ست هناخد الكل. قطعه الارض وهنبيعها وهنتقاسموا بيها. انت هتاخد الربع وانا هاخد الباقي. يا لهوي ياما على التفاصيل اللي فيكي. ماشي. يا ست هتيجي الارض بس وما تشغليش بالك، ما كل حاجه ليكي في الاخر. لا استاذ اشرف المحامي اكد لي ان حته بعدين الارض جميله. هتبص في حته ارض ياما الحظ ان ابنك في على كلام استاذ اشرف قطعه المدام الارض حامل في كبيره. 2 توأم يا ست الكل، بدل ما تقول له خد حته الارض دي اللي عشان خاطر عيالك تقول المهم اوعى تقول لي ميادة ربع حاجه أهو. دلوقتي لان هو سالني على عمك علي. مش هقول لها ياما. يلا نفسي ماشي. اعرف بس هتاخدوا الربع تعمل بيه ايه؟ ما تسيبي لي الارض كلها ياما. انا هاخد التلات ارباع انت اللي هتاخد الربع. يلا بس طب تعالى يلا انت. يلا. يلا بس نلحقه يلا. يا استاذ اشرف. يلا بينا. ادخل. خش يا ولد خش. كويس. السلام عليكم. عليكم السلام. اشرف اقعد ياما اقعد. لا اقعد انت بس عشان انت اللي هتمضي. اقعد بس يا حبيبي. طبعا يا عبد الرحمن والدتك فهمتك الوضع.
اه فهمتنا يا استاذ اشرف. انت لكم قطعه ارض والمفروض ان انت تستلمها. طب ما بلغتنيش عنها من بدري ليه يا استاذ اشرف؟ ما هو المفروض ان انا مستني عمك لما يجي عشان تقسموها مع بعض وتستلموها، بس شكله خلاص يا كده. عبد الرحمن. عمي انا اتواصلت معاه يا استاذ اشرف ومش جاي اصلا. انت بقى ده يبقى عمك وحماك وانت ادرى بيه. ايوه. طيب الورقه اهي. ماشي يا استاذ اشرف. اتفضل حضرتك. امضي. ماشي امضي فين؟ امضي هنا كده. ربنا يبارك لك يا استاذ اشرف، يا وشك الحلو والسمح اللي بتجيب لنا حاجات حلوه كده. لا ده واجبنا، احنا ما بنعملش حاجه ولا بديكوا حاجه من عندي يا جماعه، ده ورثكم. ده على فكره اول ما الحاجه قالت لي قلت لا. جينا جري. طياره مياره على طول يا استاذ اشرف. طب طيب، انت بقى ده نبص ممضي كمان. طيب بص يا حاج عبد الرحمن، انت ان شاء الله كده تحضر نفسك بكره عشان نروح البلد واسلمك الارض. بكره بكره يا بكره ان استاذ. شاء هننام الله. النهارده، ده احنا عندنا عيد. يلا انت قوم. على فكره ده الحاجه قايله لي في البيت اللي احنا هنروح نستلمه النهارده. معلش انا عندي مشوار النهارده والمفروض ان انا ابقى معاك هناك عشان اسلمك الحدود بتاعتها. ماشي انت ما يا تعرفش عبد الرحمن، الحدود. ما فرقتش دلوقتي من بكره. يلا يا حبيبي، ماشي السلام عليكم. بكره من نجمه هنكون عند حضرتك هنا. لا شاء الله يا انا حاج. هستنى حضرتك ترن عليا ان شاء الله يا عبد الرحمن. وانا هجيب الوالده واجي لك. يلا يا حاجه يلا. يبارك لك يا استاذ اشرف يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. فرصه سعاده يا استاذ اشرف. انا الاسعد يا عبد الرحمن. ايه هتضحك على الراجل؟ هتاخد كل حاجه. الو يا حاج. خلاص يا حاج علي، انا مضيت على كل حاجه. لا انا هقفل المكتب دلوقتي، قابلني عشان تاخد الورق. خلاص ماشي تمام. عارف الشارع ده. سلام. اخد الورق وهسلمه له. يا رب استرها عليا وعليكم انتوا كمان. الو. ايوه يا اشرف. تمام خلاص ماشي. مستنيك يلا بسرعه بس. يلا. فين عمتك؟ عمتي راحت تعمل الاكل. يا وفاء. في ايه يا بابا؟ تعالي قومي يا وفاء. ايوه يا علي في ايه؟ يلا تعالي معايا. نروح فين؟ هنروح ناخد الورق. ورق ايه؟ انت خلاص كل حاجه جهزت خلصت؟ حاجة ايه؟ يا فرج الله هتفهمي حقي رجع دلوقتي. حقي رجع. يلا. ازاي؟ تعالوا بس هتعرفي افهمك الطريق، يلا. هتفهمي كل حاجه. يلا مش فاهمة حاجة يا جماعة. تعالي. ايه يا اشرف؟ ايه يا حاج علي؟ تمام كله تمام؟ الله يبارك لك يا اشرف. الله يبارك لك. امضت تحت اهي وبتاع الحاج. الله يبارك لك كده تمام. ماشي الله يبارك لك. تمام. تأمرني بحاجه تاني؟ اخلص واجي لك المكتب بالليل ماشي؟ خلاص حقك ماشي. محفوظ. ها شكرا يا اشرف. هستناك. ان شاء الله. اوعى تاخد كل حاجه وتمشي. ماشي. اوعى تكون مسافر. لا يا عم خلاص بقى انا رجعت خلاص هو هيقعد بقى كفايه كده. يلا خلاص ماشي. يلا سلام عليكم. يلا. فهمني بقى افهم. انا لازم افهم. ايه ده بقى؟ مش هو جاب شقه لامه بفلوسي؟ خدتها. ايه ده ازاي؟ ايوه البيت اللي هو اللي امه قاعده فيه. هو وامه ده بفلوس ماضيين أبوكي. ماضيين على مبلغ غير الشقه. هم فكروا ان هم هيشتروا ارض بفلوس ابوكي برضه. تمام. طلعت دي مش ورق ارض، ده ورق ايه؟ البيت اللي هم قاعدين فيه اصلا. يلا بقى. يلا بقى عشان نروح نمشيها من البيت. ماشي ويجي يشوفنا بقى هناك. يلا. طب وعبد الرحمن؟ يلا هقول لك. هتعرفي دلوقتي يلا. يا ساتر. اسكت يا ولد عبد الرحمن، الواحد مبسوط قوي. ده انا اللي مبسوط يا ست الكل. ربنا كرمنا والحمد لله. بس بقول لك ايه، ما تطمعش بقى. ده انا ما اطمعش. ايه ده؟ انا عشان المفاجاه دي يا جميل برضه مش هنساكي. بس بقول لك ايه. بصي ايه ده؟ عشان المفاجاه اللي انت جبتيها. وحشتني الفلوس. يبقى علي بقى. ايوه مين اللي بيخبط كده؟ انت مستنيه حد لا. ولا انا مستني حد؟ طب شوف مين. يمكن بتاع الزباله ولا حاجه. ما هي ده. ايه اللي جاي؟ انت بتراقبيني ولا ايه يا بنتي؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ ايه ده؟ تعالي. ندخلها بالشمس الاول. عمتي. ازيك يا قلب عمتك؟ هو ايه اللي فكرك بيا يا عمتي دلوقتي؟ ازيك يا عبيد؟ ازيك يا مدام وفاء؟ عامله استنى يا ايه؟ ابن اخويا يا غالي، اصل انا عامله لك احلى مفاجاه. ما كنتش وحشتك ولا ايه؟ عامله ايه يا وفاء؟ انا زي الفل. تعالى يا غالي. مين؟ غالي؟ ده؟ ايه اجمدي. مفيش. عمك يا ولد؟ ماله يعني؟ الحمد لله على السلامه يا عمي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا اخويا. مبروك الشقه الجديده. الله يبارك فيك. دي باسم مين دي؟ باسم مين الشقه دي؟ باسمي انا. باسمك انت؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. لا بس حلوه المفاجاه دي. امتى؟ جاي ما انا باعت لمياده وردت عليا. ده حتى كانت بعتها لي قالت لي هات 300,000 جنيه
فانا قلت طالما جاي بقى اجيب ال 300000 جنيه بالمره ادهم عشان لها اجهز نفسي. عشان تجهز نفسها وكده. كانت عايزه تتجوز ولا ايه؟ كانت عايزه اتجوزت تتجوز. خلاص بقى يا شفت؟ عم. حاجه زي كده. اتجوزت اتجوزت عبد خلاص. الرحمن ابن عمها حبيبها تمام. انت الفلوس دي ايه؟ بتاعتي. طيب بعد اذنك ياما. طيب انت مضيتي على البيت ده عند اشرف المحامي ومضيتي على ايصال امانه ب 15 مليون جنيه. ايه؟ هات يا فانتي. اخويا ما تخافش. ايه ده؟ فانت هاتي بقى الفلوس اللي معاكي دي بعد يا اذنك. عبد الرحمن اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك لا كده، عمك بيقولوا ده يا عبد الرحمن. زي ما بقول لك كده، هاتي الفلوس اللي معاكي دي. هاتي يا ابني الفلوس دي. البيت ده احلى من الاوضه اللي على السطوح يا عبير. هاتي يا حبيبي الفلوس. يعني اشرف مضافوا على المحامي البيت ضحك ومضافوا عليا على 15 مليون جنيه ايصال وخلاني امانه. رحت جبت ابني. بقول لك ايه يا عم؟ ليه؟ بقول لك ما علينا، برافو على اللي انت عملته، يعني ايه؟ بس ما سقفتليش يعني على اتنين التوأم اسكت. اللي انت رفضتني، فاكر؟ انا هسقف لك تسقيفه واحده بس. والله. تسقيفه واحده بس. عارف ايه هي؟ ايه هي بقى ان تسقيفة دي؟ انت هتقعد هنا كده. اقعد وانا هفوقك من اللي انت فيه ده حالا دلوقتي. انت اطلعي بره. لا ما سيبش ابني. اقسم بالله تحبسي، هتتحبسي حالا. انت سيبني. ضيعت اخونا. اطلعي بره. ضيعت اخونا ده الله من أخوك يا يرحمه. وفاء. اطلعي بره. اخونا ولحمنا احنا اولى اقعد جنب مكانك. يلا يا حلوه. ابن اخوك يا وفاء. اطلعي بره. حرام عليك يا عادل. اهدى، مش مستاهل. قلبنا على اخونا اللي انت راح. مش فاهم حاجة، ها؟ استني. يا وفاء ده اخوك يا اخو. انت من دمك ولحمك يا بابا. عشان كده هنحافظ عليه، لكن انت في الشارع. انا غلطت. في الاوضه اللي فوق السطوح اللي تستاهليها. طب انا غلطت يا وفاء. بره. ابني ما سابوش حاجه يا وفاء. بره. تعالى لي بقى انت كده. اقعد هنا لا كده. برافو عليك يا عمتي على اللي عملتيه في امي. طبعا يا قلب عمتك ولسه هتتربى ولا. لا دورك لسه جاي. دوري. دور مين يا؟ دوري انا. ما تفوق يا تشوف بتكلم مين؟ افوق مين؟ ما تفوق انت وتبص اللي بنتك اللي حامل دي اللي مالها؟ غفلتك واتجوزتني. لا ما عادي، ما انت ممكن تطلقها، ممكن تتحبس دلوقتي ونطلقك منها عادي. ده ثانية بعينك. بعيني بس كده انت جبته لنفسك. لا 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 يا باشا علي. ولا علي. الهوا لا يا علي صلي ولا على النبي. الهوا. اسمعني بابا. اشرف بابا. انا اصلي الامانه هرفعها على الواد ده وامه. يا ولد اسم هرفعه لي عليا يا اشرف. هتحبسني؟ وباسرع وقت. هتحبسني؟ يلا انا كل ده والله. وبعد كده نطلقه من البيت. يلا هتحبسني؟ بس وما عملتش حق اخوك ده وعدم آخرتك. التربه؟ ولا عظم تربه. انت كنتش عند حق الحي. ما انت عند حق رفضتني الميت لما جيت قدمت لها، رفضتني عشان كلب وصايع. هي ليه؟ تسمع كلام امك. اقعد يا ولد. ماشي ورا امك يا كلب. اهدى انا بحبها. يا دكتور. بتحبها تخونها، بتحبها تخونها تاخد فلوسها. انا ما تنصب خدتهاش. عليها. انا عايز اامن مستقبله ولا انت موظف في بنك وانت صايع. اقعد يا علي. اقعد يا علي بالهداوه خلاص بقى. حقك عليا يا عم، انا اسف. اقعد يا علي. اسف. اقعد يا بابا بس ثواني. هنفهمه بالهداوه يا علي. ده مهما كان برضه منك. انا اسف يا عم، بس ما تحرمنيش من عيالي. عيالي لسه جايين ما شافوش الدنيا. انت اللي جبت الناس تقول لعمتك هوريكوا. معلش. انا غلطان، انا غلطت. انا كنت ماشي ورا امي فعلا. انا اسف. انا كنت ماشي ورا امي، هي اللي كانت بتعمل لي كل ده، هي اللي كانت بتقول لي الافكار الزباله دي وانا كنت بنفذ افكارها. سمعتي؟ عرفتي؟ ما كنتش عايز اجوزك ليه؟ عشان خاطر امه دي. بس انا بحب ميادة. انا عمري ما اتخليت عنها ولا عمري خليتها عايزه حاجه. لما كنت شايفني وانا بتقطع كل يوم على ابويا بقالي 3 سنين وعماله اقول لك انا بموت، ابويا ما بيكلمنيش، ما بيسالش فيا عشان خاطر سابني. عشان خاطر يا ميادة، انت لو كلمت ابوك وتواصلت معاه اكيد هيمنعك من الجواز. اكيد ساعتها هحس انا قلبي هيتقطع. ولا خلاص اللي حصل خلاص. تعالى لنا. خلاص. تعالى لنا وكلمني. اللي حصل اللي حصل. بص يا، انا الفلوس كنت بعتها دي كان جزء بسيط قوي من اللي معايا. انا جايب خير كتير قوي عشان خاطر بنتي. ماشي؟ وطالما انت بقى بقيت جوزها في امر الله، انا هاخدك واشغلك معايا. ماشي؟ وانا هعيش خدام تحت رجلك يا عم. لا مش خدام ولا حاجه. انت جوز بنتي، يعني في مقام ابني بالظبط. وابن اخوه يعني ابنه. بس بشرط واحد. ايه الشرط؟ ماليش دعوه بامك نهائي. مش بقول لك انت قاطعها، بس مش عايزها تيجي على سكتي ولا اسمع سيرتها ولا اشوفها ابدا. حاضر يا عم. واداها اعمل اللي انت عايزه معاها، بس بعيد عننا وعن بنتي. حاضر يا عم. لا اشوفها في بيت بنتي ولا اشوفها عند اختي ولا اشوفها في اي حته. هوعدك ان انا اخد لها شقه في مكان بعيد وانا اللي اروح لها. بس ومش هخليها تيجي عندي. هتاخد لها شقه من خليك تحت طعامي. شغلك في البنك؟ مفيش بنك خلاص بقى. خلاص. هشتغل مع عمي، خلاص هشتغل مع عمي. هتبقى دراعه اليمين يا ولا وتحت أيوة. طوعه. ومن النهارده اي كلمه تقول لي عليها همشي عليها، مش هخالفها ابدا. اجري الحق امك بقى، شوف لها اي حته تقعد فيها. حاضر.
خلاص يا علي، خلاص يا اخوي، روق وصلي على النبي. خد يا اخويا ورقك اهو، انا خفت احسن يشدوه من ايدك. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل بقى. حصل خير حصل خير يا وفاء، خلاص